مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في أول فقرة في أما بعد، والتي تتناول قضية اندماج بعض التيارات الليبرالية في مواجهة تيارات قوى الإسلام السياسي. بالتأكيد بعد الانتخابات السابقة لمجلس الشعب استشعر البعض أن هناك رغبة في التوحد بشكل أكبر حول أفكار أو قضايا موحدة في الشأن السياسي لكي يتم تحقيق نجاحات أكبر على الصعيد الانتخابي. وأعتقد أن قبل أن نخوض في انتخابات برلمانية قادمة كانت هناك أفكار كثيرة جدا لتوحد بعض القوى الليبرالية والمدنية، واليوم نتحدث تحديدا عن اندماج بعض القوى الليبرالية في مواجهة تيارات الإسلام السياسي. يسعدنا في هذه الفقرة أن نلتقي بالأستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك فندم. أيضا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. أهلا بك فندم. أهلا بك فندم. بداية أستاذ إبراهيم، يعني كانت هناك أكثر من فكرة لتوحيد القوى السياسية في مصر، ولكن معظم هذه الأفكار باءت في النهاية بالفشل. ما الذي يجعلنا هذه المرة نتصور أن هذا الاندماج بين التيارات الليبرالية قد يؤدي بالفعل إلى تحقيق إنجاز حقيقي ويؤتي بثماره؟ يعني أنا أرى أنه ترك الساحة إلى الإسلام السياسي فقط هذا يضعف الإسلام السياسي والأحزاب الإسلامية، تحديدا حزب الحرية والعدالة، حزب النور السلفي، الأحزاب الكبرى في مصر. وبالتالي أنا رؤيتي أنه بالفعل توحد القوى الليبرالية في هذا التوقيت إن صدقوا بالفعل أن نلقي خلف ظهورنا المنافع الشخصية، لأنه أنا أعتقد أن يعني مستحيل أن أنا أكون رئيس حزب وأن أحدث تنازل. يعني أنا برأيي أن هو هتحتاج وقت وهتحتاج جهد وهتحتاج إنكار للذات، وإحنا في زمن لا يستطيع أي من السياسيين، وأنا أتحدث عن السياسيين، لا يستطيعون نكر الذات، وخاصة الأحزاب الليبرالية التي ليس لها رصيد في الشارع المصري. صحيح. سواء كانت في الانتخابات سواء كانت أرضية في الشارع. فهنا أنا أدعو الأحزاب الليبرالية أن بالفعل أن هم يتحدوا، لأن اتحادهم سيؤرخ إلى العملية المصرية المعاصرة تأريخا حقيقيا بأن تكون هناك 3 تيارات موجودة في البلد. هذه التيارات أعتقد أننا سنكون في مقتبل فعلا سياسة حقيقية ما بين الإسلام السياسي وما بين الليبرالية وما بين المدنية. فبالتالي أنت هتبقى في قاعدة عريضة، لكن أنا أزعم أن هذه الفكرة ستبوء بالفشل عند أول اصطدام في الكوتا الانتخابية. ودعيني أتحدث عن الكوتا الانتخابية. حزب الوفد الذي أراد أن يتحالف، وهنا كان يعني احنا كان في حاجة أخطر من الخطر اللي موجود، اللي هي كان خطر الحزب الوطني وما كان يطلق عليه بالفلول. كان هناك خطر ما بين القوى الثورية وتحديدا بما فيها الإخوان والسلفيين والقوى الليبرالية والأحزاب والقوى السياسية. في أول انتخابات حدثت بعد الثورة المصرية وجدنا أن إنكار الذات خرج إلى السطح، ما فيش إنكار ذات. ورأينا أن حزب الوفد يقول إن أنا حزب ليبرالي وعندي تاريخ عريض، إزاي أطلعه وإزاي الإخوان المسلمين يكونوا أكتر مني في الحزب، وإن أنا أكون أول 2 أو آخر 2 أو دي أنا المسألة لصراع. فبالتالي أنا أرى أنه بالفعل أنا أرى أن فكرة جيدة وطرح جيد، لكن أتوقع له الفشل في أول اختبار حقيقي وهو الانتخابات. هنتكلم عن ده بشكل مفصل، ولكن أستاذ السعيد كامل، إن صدقوا، عجبتني جدا يعني هذه الكلمة اللي أشار لها أستاذ إبراهيم في بداية الحوار، لأن لدينا أكثر من تجربة من قبل باءت بالفشل كما ذكر أستاذ إبراهيم بسبب يعني رغبة كل حزب أو قيادات، بالأصح كل حزب، أن تكون هي في الصدارة أو تحظى ربما بشكل يعني مكثف إعلاميا ويعني رغبة في الظهور، يعني إذا صدق هذا القول. تعليق حضرتك؟ خليني في البداية أصحح معلومة صغيرة حضرتك تفضلت بها في البداية، أن هذا التحالف لمواجهة الإسلام السياسي أو ما يسمونه الأحزاب الإسلامية، وده كلام غير صحيح. الأحزاب الديمقراطية أو التيار الليبرالي يتوحد من أجل التوحد، من أجل استحقاق يطلبه الشارع وتفرضه ثورة 25 يناير، ولكن في اختلاف شديد في الاتجاهات والآراء بين الأحزاب وليس ديني، يعني هذا أفهم ذلك، ولكن هناك كل حزب له اتجاهه، له سياساته، له مشروعه، وبالتالي فكرة التوحد في المطلق يعني ملهاش سبب. احنا ما بنقولش إن في أحزاب سلفية مع ليبرالية
ليبرالية مع ناصرية مع يسارية، كل الأحزاب اللي بنتكلم عنها في الاندماج. وخلينا نفرق بين حاجتين مهمين قوي، التحالف السياسي والاندماج أو التحالف الانتخابي. التحالف السياسي أننا ننسق حول المواقف السياسية، وهذا يجوز مع كل التيارات السياسية اللي موجودة. زي ما كنا قبل الثورة بتجتمع كل الأحزاب، إسلامية، ليبرالية، يسارية، شباب الثورة، كله، ونتفق حول ضرورة استكمال أهداف الثورة، ضرورة تغيير قانون الانتخابات، ضرورة إعادة تقسيم الدوائر. ده اسمه تحالف سياسي أو توافق سياسي حول قضايا محددة تخدم الوطن. ده أمر مش محتاج أيديولوجيات فيه. أما التحالف الانتخابي زي ما تفضل أستاذ إبراهيم فعلا بيتحطم أي تحالف انتخابي عند بداية تقسيم الموضوع. لكن خلينا أكمل لحضرتك أن هذا التحالف لو أنه لمواجهة الإسلاميين لشعورنا بخطر من الإسلاميين، يبقى أنا شخصيا لن أكون عضو في هذا الاندماج أو التحالف فيما بعد. لكنه استحقاق يفرضه علينا الشارع. لأول مرة تكون الأحزاب السياسية جزء من نبض الشارع، لأول مرة تستجيب لنبض الشارع. النهاردة لما بنتكلم مع أي مواطن مصري ما بيطلبش غير حاجة واحدة بس، أن تتوحد هذه الأحزاب السياسية. يتوه المواطن بين 30 أو 40 حزب بيخوضوا الانتخابات ببرامج كلها متشابهة، وبالتالي اندماج هذه الأحزاب ده ضرورة يحتمها الواقع من أجل إحداث توازن سياسي. لن تستقيم العملية السياسية إلا بوجود قطبين أو وجود حزبين أو 3 بيتنافسوا على تداول السلطة. لكن في ظل وجود حزب واحد السلطة المطلقة مفسدة المطلقة. لا يوجد حزب الآن يستطيع أن يحقق هذه المعادلة، وبالتالي الأحزاب السياسية إذا أرادت أن تكون جزء من السلطة أو جزء من تداول السلطة أو تنجح هذه الثورة، لأن الثورة لن تنجح باستبدال الحزب الوطني بالإخوان المسلمين، كلاهما عليه علامات استفهام من عموم الشعب المصري. ففكرة لم يكن الشعب المصري كله حزب وطني وليس الشعب المصري كله إخوان مسلمين. الحزب الوطني كان له رؤيته في الاستحواذ على السلطة والتكويش واستغلال النفوذ والسلطة، وكان له رجالته، والباقيين كلهم يعني معارضة، ما بيفرقش بين مين ومين، كله كان بيعتقل وكل الأحزاب كانت محاصرة. الإخوان المسلمين لديهم برنامج ولديهم رؤية ولديهم مشروعهم الخاص بهم، وهو مقصور فقط على الإخوان المسلمين. ما دون ذلك هو شخص آخر يتم التعامل معه أنه خصم أو عدو أو منافس أو ما شابه ذلك. وبالتالي خلينا نحط الموضوع في الإطار بتاعه، أن هذا التوحد أو هذا الاندماج اللي هو حزب المؤتمر المصري اللي سيضم أكثر من 15 إلى 20 حزب موجودين على الساحة السياسية، ليس لمواجهة أحد ولكن لضرورة إحداث توازن في العملية السياسية، لإحداث تداول حقيقي للسلطة. عظيم. أستاذ إبراهيم، يعني ذكر أستاذ السعيد أن جزئية مهمة جدا من هذا الدمج وهذا الاندماج هو الاقتراب من الشارع واستجابة لرأي الشارع، بينما يرى البعض أن للأسف الشديد القوى الليبرالية في مصر على مدى سنوات طويلة جدا كانت منفصلة عن الشارع، ويعني مفيش بالتأكيد أي مجهودات أو عمل حقيقي في الشارع المصري، وبالتالي حدث فجوة ما. يعني للأسف الشديد، وأنا أتحدث هذا مرارا وتكرارا، أن القوى الليبرالية تخاطب الناس من علن، يعني لا تخاطب الناس من الشارع. والأداة الأزمة الحقيقية لدى الليبراليين والقوى الليبرالية في مصر واليسارية، يعني ودعينا أتحدث أن الناصرية هي كمان في هذا التوقيت وصلت إلى هذا المنحدر من التعامل مع الشارع، وصلت إلى مرحلة أن أنا شايف وسيلة إعلامية وبتعامل معاها وأنا صوتي عالي فيها وبس، لكن على أرض الواقع ما هو حجم عمل في الشارع. نعم، لا يوجد عمل. ولذلك أنا أقول أن القوى الليبرالية كلها إذا اتحدت في خدمة الشارع ستعيد نفسها إلى الشارع. صحيح. أما تحالفات وقوى يسارية وقوى ليبرالية، أنا مع احترامي للجميع، هذا أنا جهد أنا أحييه بالمناسبة، لأنه هو سيسري العملية الديمقراطية في مصر. يعني وجود أي حزب تاني قوي يسري العملية الانتخابية الديمقراطية بغض النظر عن أيا كان توجهه، أيا كانت أفكاره، أيا كانت أيديولوجيته، أيا كنت أنت متعارضة معها أو متفقة معها، تتفق أو تختلف. قد أنا أتفق مع بعض القوى اليسارية، لكن رؤيتهم في الشارع ورؤيتي لهم في الشارع غير موجودين بالمرة. أنا أحترم الفكرة الناصرية، لكن على أرض الواقع هم ظلموا عبد الناصر. أنا قلت لهم عبد الناصر لو موجود دلوقتي كان انتحر، وبالتالي من العمل داخل المجتمع. يعني ما هوش ده عبد الناصر إلا استطاع أن يكسب شعوب العرب. ما أنت مش قادر، زعيم ناصري مش عارفين يكسب الشعب المصري،
وبالتالي ازمه حقيقيه. احنا في عندنا انفصام في الشخصيه، نتعامل مع الناس في التلفزيون زي الفل والكلام زي الفل، لكن على ارض الواقع انا مش موجود. التواصل الحقيقي مع البسطاء والفقراء المفترض ان هم القاعده العريضه. ايوه، هي دي للاسف الشديد. هو انا اتوقع ان الاخوان المسلمين، الاسلام السياسي، السلفيين استطاعوا ان يصلوا الى الشارع. ليه؟ لان هم انت تتخيلي ان الحزب الوطني وصل الى 3 مليون عضويه فيه. تخيلي انا لو عندي حزب ب 3 مليون عضويه، انا لن اسقط لمده 60 سنه، مش مده 30 سنه او مده كذا. انا هقعد في الحزب بتاعنا لو عندي 30 عضويه في الشارع، انا كشخص ماليش علاقه بحد باي افكار ولا ايديولوجيات، ولا تحسبيني على، انا كشخص كده بس معايا 30 مليون واحد في مصر، انا هعيش بال 30 مليون مواطن لمده 100 سنه وأقوم. لكن للاسف الشديد الحزب الوطني كان مسيطر عليه مجموعه المنتفعين. نعم. هي دي الازمه. النهارده للاسف الشديد عندنا افكار في اليسار، عندنا افكار في الليبراليين، عندنا افكار في الناصريين، عندنا افكار في القوى المدنيه الاخرى، لكن لا يوجد تواصل مع الاخر. انت علشان تعمل موجب وسالب لازم يكونوا موجودين. انت عندك السالب وما عندكش الموجب، او عندك الموجب وما عندكش السالب. لن تستطيع حتى لو جمعت الكون كله الا بالتواصل مع الشارع. انت لست عندك اي وسيله في التواصل مع الشارع. التواصل للشارع هو الخوف على الناس. انت بتتعامل من فوق، دائما تتعامل مع المواطن على ان هو مواطن لا يفهم، لا ما يعرفش حاجه. للاسف الشديد حتى القوى اليساريه عن التيارات الليبراليه انها يعني مجموعه من المثقفين المفكرين الناظرين للناس بشعارات يعني هي دي الازمه، هي دي الازمه الحقيقيه. وهو ده اللي وصل ليه الاخوان، ان هم وصلوا للناس على مستوى الشارع. طيب، وهو ده اللي وصل للسلفيين بالمناسبه على وصل على الشارع. في نفس الجزئيه يعني تيارات الاسلام السياسي استطاعت ان تتواصل منذ سنوات طويله جدا مع الشارع. نقطه ثانيه بس قبل ما تكملي معايا، حزب الوسط. يعني انا اتحدث عن حزب الوسط بسيط جدا، حزب بسيط. نعم. واخد بالك؟ حزب امكانياته ضعيفه، ليس بالامكانيات القوى اللي ليس بامكانيات حزب اللي موجود دلوقتي الجبهه المصريه. ليس بامكانياته بالمناسبه. امكانيات ماليه لا، حزب الوسط ليس بهذه الامكانيات، لكن تفوق عليه. ليه؟ لأنه هو فعلا نزل إلى الشارع. طيب هنسمع تعليق وكمان جزئية إن يعني الأحزاب القائمة على أساس ديني أو اللي كانت بتشتغل منذ سنوات من خلال تقديم خدمات للشارع، بعض المستوصفات العلاجية، بعض الخدمات اللي بتقربها للمواطن ومن فكرها كمان، ده ما حصلش من قبل التيارات الليبرالية، وهي بتتهم طول الوقت تيارات الإسلام السياسي إنها اتخذت ربما من هذه الخدمات شكل من أشكال الرشوة. خليني بس يعني ابدا مع حضرتك انه كونه التيار الليبرالي او التيار المدني بشكل عام لا يستطيع حصد اصوات في الانتخابات لا يعني انه ليس له جمهور، لكن فقط هو يفتقد الى القياده. مشكله التيار الليبرالي بشكل عام او التيار المدني بشكل عام انه يفتقد الى القياده. في فترات من الزمن يعني توقعنا أن الدكتور البرادعي سيلعب دورا ويقود التيار المدني ويوحد الصف المدني، لكنه لم يفعل ذلك. وبعده قامت الانتخابات الرئاسية على أساس أفراد، ترشح هنا حمدين وهنا شفيق وهنا مرسي وهنا، فكلها كانت أفراد باستثناء الإخوان المسلمين. لكن خلينا أقول لحضرتك وكان في محاولات لتوحيد القوى في هذه الفترة بقى بالفشل، كلها فشلت لأنه احنا ما زلنا بنعيش مرحلة الشخصنة وليس صحيح. المؤسسية. صحيح. لم تتحول الثورة، ستنجح عندما تتحول إلى مؤسسات. هي حتى هذه اللحظة لم تتحول إلى مؤسسات. عندما تنتج مؤسسات قوية تستطيع توظيف كل الطاقات نحو خدمة الوطن وإيجاد كوادر وقيادات صف ثاني تتحمل مسؤولية البلد، هنا تنجح الثورة. لكن طالما أنها تلتف حول أفراد، كل فرد عاوز يبني نفسه هو، عاوز يبني كيانه هو، وما يبنيش حتى صف تاني معاه يخدم عليه لما ينجح. المهم مش انك توصل للسلطة، المهم انك لما توصل تنجح في السلطة. صحيح. مش انك توصل للسلطة وخلاص. وبالتالي خليني اقول لحضرتك انا مشكلة التيار الليبرالي بشكل عام او التيار المدني لانه يفتقد الى القيادة. لا يوجد قيادات، لا يوجد رموز لهذا التيار. طب ده او الرموز اللي موجوده ده اتحل في جزئيه الدمج دي في قياده. هاجي لحضرتك حالا. يعني التيار الاسلامي بشكل عام رغم كل اللي حضرتك تفضلت بيه والاستاذ ابراهيم تفضل بيه، انه في الانتخابات الرئاسيه حصل في الجوله الاولى على 5.7 مليون صوت. دول يمثلوا كم من 90 مليون مواطن، يمثلوا كم من 50 مليون او 52 مليون لهم حق الانتخاب، يمثل 10% رغم كل ما تفضلت بيه في الانتخابات. وبعد ان انضمت اليهم الاحزاب الثوريه والقوى الثوريه والتي ترفض عوده النظام السابق، قدر يجيب 12 مليون وشويه صوت. وبالتالي التيار الليبرالي له ارضيه قويه موجوده في الشارع.
كونه انه ما يعرفش يوصل لها او ما يعرفش يجمعها او يترجمها الى مقاعد في البرلمان، دول اسباب كتير جدا. من ضمن هذه الاسباب والسبب الرئيسي هو تفتت هذا التيار. لما بندخل انتخابات بتلاقي في 2 فقط تيار اسلامي، وفي 150 واحد بينافسوا بعض من التيار المدني. هي دي المشكله الرئيسيه. ال2% ممكن ياخدوا 25% او 20% من الاصوات، لكن بيحققوا الاغلبيه. ال 150 مرشح اللي قدامهم كل واحد بياخد نص في المية ولا 1 ولا 2%، فبيحققوا خساره. القضيه الان والذي نبحث عنه الان هو ايجاد قياده لهذا التيار. لذلك بنقول انه اي تحالف بين اكثر من حزبين مصيره الفشل قولا واحدا. يعني حضرتك معترف بده برغم ان انتوا اكتر من 15 ده ليس تحالف. ما انا هقول لحضرتك حالا في عجاله. اي تحالف بين اكتر من حزبين عندما نبدا في تقسيم المقاعد الانتخابيه سنفشل الموضوع تماما. لكن ما نفعله نحن الان في حزب المؤتمر المصري هو اندماج. تحدثنا مع عدد كبير من الأحزاب على مدار الشهور الماضية، وعدد كبير من الأحزاب تجاوز 15 حزب وافقوا من حيث المبدأ على فكرة الاندماج في كيان واحد، في حزب واحد، وليس تحالف. يعني من الآن أو بعد توقيع الاتفاق الاندماج بشكل نهائي خلال أسبوعين من الآن بحد أقصى توقيع الاتفاق، سيكون هناك رئيس حزب واحد لل 15 حزب، سيكون هناك أمين محافظة واحد، نائب رئيس واحد، أمين عام واحد، قائمة واحدة. لا مش هنوزع حصص، مش هنقول كل حزب يجي وانت هتاخد مقاعد، مفيش. هو مرشح واحد وامين محافظه واحد ولجنه انتخابات واحده بتختار المرشحين على اساس الكفاءه دون اقصاء لاحد. برغم اختلاف الرؤى بين هذه الاحزاب، ان كل حزب ليه اتجاه حد كبير. لا هي معظمها احزاب ليبراليه ان لم يكن كلها احزاب ممكن ليبرالية. حضرتك تقولي بعض اسماء هذه الاحزاب؟ هو احزاب الجبهه الديمقراطيه، غد الثوره، الدكتور ايمن نور، المصريين الاحرار، المستقلين الجدد، الحريه، المواطن المصري، حزب الاتحاد العربي، حزب العربي العدل والمساواه. في احزاب ممكن تبقى اسمها مش معروف، لكن اما نيجي وقت على ارض الواقع في اكتر من نقطه ان في بعض الاحزاب اقليميه. يعني مثلا هو مؤسسينه من الاسكندريه، فهم لهم ثقل في الاسكندريه. لو ركزوا في اسكندريه يقدروا يطلعوا شغل في اسكندريه، لكن هو بيشتت نفسه بين الدلتا واسكندريه والقاهره والصعيد، فما بيحققش نتائج للادوار. بالظبط، هو زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. حضرتك حزب مثلا عربي العدل والمساواه، الشيخ علي فريج مثلا، ده حزب سيناوي من قبائل سيناء، مجمع اكثر من 8000 توكيل من قبائل سيناء. لو ركز في هذه القبائل وركز في سيناء هيقدر يحقق نتائج كويسه في سيناء. في بعض الاحزاب الاخرى لها مثلا احزاب متعلقه بالقبائل العربيه، او احزاب متعلقه بالدلتا، او احزاب متعلقه بالاسكندريه. في احزاب لها ثقل في القاهره، في احزاب لها ثقل في الصعيد، حزبين لهم ثقل في الصعيد. وبالتالي نقدر نستفيد من امكانيات كل حزب، سواء كانت امكانيات ماديه او امكانيات قياديه سياسيه، له قيادات سياسيه، او امكانيات تنظيميه. هي دي النقطة. ما بنيجي نتكلم لأن الأحزاب دي مثلا ليها حوالي 280 مقر على مستوى الجمهورية. احنا مش محتاجين 50 مقر على مستوى الجمهورية. وبالتالي أنا مثلا كحزب الجبهة الديمقراطية، زي ما حضرتك ذكرت بعضها غير معروف بالأساس. ما هو اللي غير معروف ده حضرتك حصل على 5000 توكيل على الأقل من 10 محافظات، بحد أدنى 300 توكيل من كل محافظة. فممكن يكون فاعل الوجود لكن هذا الوجود لن يتم تفعيله بدون إمكانيات سياسية وإمكانيات مادية. هو ده ما نبحث عنه الآن. إيجاد قيادة للتيار المدني، توحيد الصف، اندماج في حزب واحد، وليس وبالمناسبة هذا الحزب يعني تم التوافق بين كل الأحزاب المندمجة أن يرأس هذا الحزب لفترة انتقالية الأستاذ عمرو موسى، شخصية سياسية من الدرجة الأولى. ده أكيد هرجع له مرة أخرى وأعرف كمان سبب اختيار السيد عمرو موسى لرئاسة هذا الاندماج بين التيارات الليبرالية، ولكن بعد أن نتوقف مع مصطلح أيضا ربما يكون تسبب في بعض التشويش في الشارع المصري، وهو مصطلح الليبرالية بالأساس. كلمة الليبرالية بيتم تسويقها من قبل التيارات المنافسة على أنها كفر، أو أنها يعني دعوة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء والشذوذ وما شابه ذلك. الليبرالية مفهوم سياسي، مفهوم اقتصادي، مجموعة من النظريات الاقتصادية طبقت في دولة إسلامية ونجحت زي ماليزيا، طبقت في دولة علمانية ونجحت زي تركيا، طبقت في دولة لا دينية زي كوريا الجنوبية ونجحت، طبقت في دولة فيها 316 ديانة و18 لغة زي الهند ونجحت. نحن نتحدث عن مصطلحات اقتصادية هي بالنسبة للأديان تحترم الأديان وتحترم حرية الناس فيما لا يتعارض مع القانون والدستور. صحيح. فقط لا غير. صحيح. باختصار شديد يعني. طيب يعني أستاذ إبراهيم، يعني حتى في مصطلح الليبرالية، القوى الليبرالية في مصر ما قدرتش توصل معنى حتى المفهوم في الانتخابات
الانتخابات السابقة، وده أدى ل يعني وجود تيار الإسلام السياسي بقوة. فهل مفترض ان احنا في الفترة القصيرة دي نقدر ان احنا نجمع كل هذه التيارات وتقدر تأثر فعلا في الشارع بشكل كبير؟ يعني انت جبتي مربط الفرس او بيت القصيد كما يقولون، ان فعلا احزاب وقوى يسارية وليبرالية ومش عارفة توصل للناس مفهوم المضمون بتاعهم. يعني للأسف الشديد ان مفيش اتنين في مصر قاعدين على قهوة يعرفوا معنى الليبرالية ايه. انا اتحدى اي حد يعرف معنى الليبرالية او فاهم مفهوم الليبرالية دي ايه. فبالتالي احنا بنتكلم على ان ناس يتبنوا افكار لم تنزل الى الشارع ولم يعرفها الشارع، وبالتالي انا اتهمهم بالتقصير دائما تجاه الشارع وتجاه المواطن. تقصير حتى في حقهم هم. لا بالظبط، وفي اظهار تاريخهم. يعني قوى اليسار مثلا اتسجنت وتم التنكيل بها وتم تعذيبها على مدى سنوات طويله جدا، ولا يتم الاشاره لكل هذا التاريخ. ليه؟ انا اقول لك ليه. لانهم ارتموا في حضن السلطه والسلطان، ودي الازمه الحقيقيه. يعني انت لو نظرت للاحزاب، لا معظمهم، خلينا نقول انا اقول لك، هو كل قاعده لها شواذ. لكن القاعده العريضه اللي كان في عهد حسني مبارك، الشواذ اللي كانوا ضد مبارك من الليبراليين واليساريين والناصريين ومجموعه كبيره، لكن كان كلهم راكبين مع طياره مبارك. بالمناسبه كانوا سكان مبارك رايحين الطياره راكبين قاعدين حاجزين كراسي معاه رايح جاي. فبالتالي انا لا اتحدث عن معلومات، انا راجل صحفي وبتحدث عن شغل معلوماتي. فبالتالي هو ده. لكن كمان في كتير منهم وقفوا ضد مبارك، وقفوا في تظاهرات وحركه كفايه. لا خلينا يعني ما انا بقول لك كل قاعده لها ايه، كل قاعده لها شواذ. لكن القاعده العريضه اللي كان صوتهم عالي في وسائل اعلامنا، واللي كانوا بيدخلوا التلفزيون داخلين طالعين، واللي كانوا بيعملوا، هم دول كان اقطاب من اقطاب الناصريين، واقطاب من اقطاب الليبراليين، واقطاب من اليساريين، واقطاب، وتبص تلاقيهم ملأ السمع والبصر وهو قاعدين مع مبارك ويضحكوا تحت امرك يا ريس، وتؤمر يا ريس، وسعادتك يا ريس، وحد كده، وجمال وعلاء وهلم جره، واحنا كنا بنشوفها في الحفلات وكل الحاجات دي. هو ده الانفصال ما بين الشارع وما بين ان انا التمست السلطه وتمسكت بالسلطه. بالتالي الشارع اللي شافك في الموقف ده عمري ما هدي لك تاني حتى لو اتحدت. ايه هي الاحزاب الليبراليه؟ انا مش عايز عفوا. لا انا عايز احدد بس. لا الكلام بيصيبني. لا مش بصيبك. انا بقول لك مين الاحزاب الليبراليه؟ خد نفسك. عفوا خد لك. ليه خدت الكلام ده؟ اصل انت حضرتك كيلت عدد من الاتهامات ما ينفعش نعديها. لا انا يعني ايمن نور ده راجل ليبرالي. لو سمحت انا كلمتك، انا ما قطعتش عشان نشوف الحلقه. لا عفوا انا ما بقطعش. هو ليه حضرتك خدت ده على محمل شخصي؟ انا ما بقطعش. هتقلبني كده 180 درجه. هيفهم. لا الراجل اللي قاعد ده، الراجل اللي قاعد ده، لا طبعا انت شتمت الاخوان والسلفيين وكل الناس وانا سكت وانا ما اتكلمتش. لا ما انا بقول لك خلينا نقول. لا لو سمحت انا دلوقتي حضرتك انتمائك ايه بالظبط؟ انا ليس، انا مالكش دعوه بانتمائي. انا زعلان ليه؟ انا عشان انت بتتهمني ان انا انت بتتكلم. لا اصل انت، انا عايز اعرف توجه حضرتك ايه، لانه انت سلفي. طب ما انا سلفي برضه. طيب انا شتمت سلفي. انا اخوان. لا بس معلش راجل ابراهيم استاذ سعيد يعني لم يتطرق الى انا ولا لا هو قال لي لا هو قال لي بعد اذنك ملوش محل من يا استاذ. انا ما قطعتكش يا عمي. لا هو الكلام المرسل المحفوظ ده مفيش داعي له. ممكن يعني انا ما اتكلمت باحترام عن كل التيارات السياسيه. لا ما اتكلمتش حضرتك عاوز تتكلم على الانتخابات الاخيره. انا تقول لي قاعدين مع مرسي ركب الطياره. يعني ايمن نور ركب الطياره. عفوا نقطه نظام. اسامه الغزالي ركب الطياره او انا ركبت الطياره. اسامه الغزالي حرب ركب الطياره كتير. ماشي ايام ما كان في حزب الوطن واستقال اعتراضا على تعديلات الدستور. كان في لجنه السياسات. ماشي يا فندم ماشي. لكن لا حضرتك واضح انك اخوان حافظ البقين يعني. خليه يقول لهم بقى وانا هبعقب عليهم. كل هذه الاسماء ليست معنا الان وليس لديها حق الرد. لا ما هو بيتهم كل الناس دي ركبت الطياره وكانت مرتميه في حضن السلطه وبتاع. طبعا انا بقول لك الاحزاب اليساريه في 2005 بقى ومين اللي قال ان احمد عز وصفوت الشريف ناس وطنيين وناس عايز تتكلم بقى في الاتجاه ده. ممكن نسمع بعض وقت الجد هتعمل لي في حيادي. وقت اللي هتعمل مش معقول يا استاذ سعيد. معلش انا كنت بسال حضرتك قبل الفاصل لماذا تم اختيار السيد عمرو موسى دون غيره من الاسماء، وطبعا هناك اسماء كثيره جدا ورؤساء وقيادات حزبيه مهمه في التيار الليبرالي، لماذا تم يعني استثناء كل هؤلاء وتوجهتم للسيد عمرو موسى؟ الاستاذ عمرو موسى شخصيه سياسيه وليس شخصيه يعني هوايه، ما بنجربش سياسه. يعني شفنا الهواة السياسه عملوا ايه، بينتقال كلام ويرجع فيه من حين لاخر. لكن السيد عمرو موسى شخصيه توافقيه، كل الاحزاب اللي موجوده اجتمعت انه شخصيه توافقيه تستطيع
قيادة هذا الاندماج الجديد لفترة انتقالية وليس مدى الحياة، هو فترة انتقالية. يعني هذه الأحزاب لو قعدنا مع بعض عشان نتجاوز فكرة الشخصنة، إنه ما نقعد على ترابيزة زي دي 15 رئيس حزب ويقولوا السعيد كامل مثلا رئيس الحزب، اللي باقيين هيزعلوا. نقول أيمن نور رئيس الحزب، الباقيين هيزعلوا. نقول مثلا عمر المختار رئيس وهكذا هيزعلوا. لكن كل الموجودين قالوا إنه يترأس هذا الاندماج عمرو موسى هو شخصية سياسية مرموقة بتحظى باحترام الناس كلها، فضلا على أنه رجل لم يكن جزءا أساسيا من الحزب الوطني المنحل، ولم يتهم في قضايا فساد ولا استغلال سلطة ولا ما شابه ذلك، ودخل انتخابات بشرف، ولما سقط هنأ الرئيس اللي نجح ويقوم بعمله في خدمة على أكمل وجه، ولم يعني علامة استفهام واحدة عليه، وله مواقف محددة. حتى لما كان وزير داخلية من 11 سنة كان وزير داخلية محبوب، وكان له مواقفه، وكان له رؤيته في إدارة وزارة، وبالتالي الموجودين اقترحوا أن يكون هذا الاسم. عرضنا عليه الأمر في الحقيقة وتردد، لكنه في النهاية قال أن ده استحقاق وطني، وهذه يعني مهمة وطنية يجب أن أتحملها ولن أكون فكرة كمان يعني وجود هذا الاسم على رأس هذا الاندماج ممكن يؤثر في الشارع بشكل أكبر. فاهم حضرتك تقصدي تقولي إيه بقى موضوع الفلول لا أنا بعني إن الشارع ممكن يكون متعلق باسم عمرو موسى، وبالتالي لدي يعرفه بالضبط، عكس غيره من الشخصيات. هقول لحضرتك هي رسالة للداخل أننا نمارس سياسة حقيقية، وليس رسالة بقى الوعود ومشروع نهضة وبعدين ما طلعش في نهضة وبعدين 100 يوم وبعدين بدأت بعد الحكومة ولا بعد إقالة عنان ولا بعد ما سعد الحسيني يتولى محافظ كفر الشيخ. ما احناش عارفين ال 100 يوم بدأت امتى بالظبط. احنا بنتكلم سياسة حقيقية، وبالتالي اسم عمرو موسى طبعا في عدد من الناس يعرفه، بالإضافة إلى رسالة المجتمع الدولي أن هذا الحزب الجديد جاء ليحكم، جاء ليمارس ليشكل يعني يحقق التوازن في السياسة المصرية بشكل عام. نعم. لكن فكرة بقى انه بعض الناس هتتهم بقى فلول ومش فلول، هذا المصطلح احنا بعيدا عن الاتهامات، واحنا مش عايزين نتهم حد، ومش عايزين حتى يعني نتحاور بهذا الشكل اللي فيه ممكن يكون اسقاطات يعني غير مباشرة. احنا الحقيقة يعني عايزين نفهم ونستفيد من هذه الفقرة، فكرة اندماج هذه الأحزاب وهذه التيارات والقوى الليبرالية. وانا قلت في البداية انها ليست موجهة في الشارع. طيب أستاذ إبراهيم، يعني إلى أي مدى حضرتك شايف أن بالفعل من الممكن أن هذه التيارات الليبرالية عندما تندمج من الممكن أن تؤثر بشكل إيجابي في الحراك السياسي والتعددية؟ لأن أكيد سواء كان انتماء حضرتك إسلامي أو ليبرالي، فكرة التعددية هي الأهم، فكرة الثراء، أن يبقى فيه أكثر من فكر وأكثر من رؤية تؤدي في النهاية لخدمة الوطن. لو أنا قلت لك في البداية، أنت عارف أنا قلت لك في البداية قلت لك في البداية أن كل حزب قوي تاني أصل الإسلام السياسي هو يقوي العملية الديمقراطية في مصر. نعم. فبالتالي أنا لست ضد أي عملية، لكن صحيح. أنا أحلل الواقع موجود في الشارع. أنا عايز أسماء الأحزاب اللي موجودة جابت كام مرشح في البرلمان اللي فات، وأتحدى أن هم يتعدوا الأحزاب دي كلها، يتعدوا أي شيء في الشارع المصري. ليه؟ لأن هم لسه ما وصلوش أيضا إلى الشارع المصري، بما فيها الأحزاب اللي لسه جديدة، بما فيها الأحزاب القديمة. من حقهم ان هم يعني يتداركوا الاخطاء طبعا اللي قاموا بيها في الانتخابات. انا بقول لك المفروض، بس انا بقول لحضرتك ان انت هتقعي مع الاحزاب دي في الصدمه الاخيره اللي هي موضوع الاحزاب والقوى السياسيه. ان انا هيكون حصتي ايه وغير ايه. لا تتخيلي ان هو كان لم يحدث اتفاق على القوى الليبراليه ما بين ياسر علي وما بين حمدين صباح وما بين عمرو موسى وما بين في الانتخابات الرئاسه. يعني ما حصلش اصلا. يعني بالمناسبه، يعني انت متخيله ان دي كانت مستقبل مصر. ما مش بقول لك مستقبل، ده الرئاسه كان مستقبل مصر. فبالتالي لم يحدث خالد علي اللي هو من تيار حمدين صباح اللي هو بيؤيده مثلا حضرتك شايف ان كان الاولى كان في دمج في طبعا في فتره المرشحين الاولانيين اللي هو الاختلاف اللي موجود. ليه؟ لان انا اقول لك يعني انا بحترم الاسلام السياسي، بمعنى ان هو بيعرف له ايه وعليه ايه، مش بيرمي الحاجات. لا، هو السلفيين اتحدوا مع الاخوان ونزلوا الشارع، الاثنين كانوا مع بعض. زي ما كان السلفيين بيدعوا لمرسي، زي ما كان الاخوان بيدعوا لمرسي، زي ما كان السلفيين بيعملوا مؤتمر لمرسي كان بيعملوا السلفيين مؤتمر لمرسي. انت متخيله ان القصه ايه؟ قصه ان انا ليا توازن معين، ان انا بسعى لمصلحه الشارع، لكن المصالح الليبراليه كلها بلا استثناء بما فيها الاحزاب الجديده واللي انا بقول لك عليها والقديمه كلها كانت بتسعى لمصالح ضيقه. يعني انت تتخيلي ان المصالح الضيقه اللي كانت ايه مصالح ضيقه؟ مصالح شخصيه، مصالح حزب. انا دلوقتي بتحدث عن حزب يجمع كل الناس. انا دلوقتي اسيب البرادعي اللي هو عامل حزب قوي
واجي النهارده، انت عارف انا اقول لك على حاجه، للاسف الشديد هذه الفكره يعني ضد في حزب البرادعي، وحزب البرادعي هو سيكون اقوى من هذه الاحزاب مجتمعه. لماذا؟ لان احنا بنتكلم على شخصيه جايه بتتربى على ديمقراطيه في الفكر واجتماعيه في الفكر، فانت الاحزاب دي بتتحد كلها مش ضد الاخوان. غلط اللي بيقولوا ضد الاخوان، هم قالوا مش كده، لكن الاعلام بتاعنا بيروج ان هو ضد الاخوان، لكن انا بقول ان هي ضد البرادعي، ضد البرادعي اللي نجح ان هو يعمل حزب سياسي ذو رؤيه حقيقيه صائبه. انا اقول لك على حاجه، جميع الاحزاب اللي موجوده دي عايزك تشوفي افكارهم وبرامجهم، والله ما متفقين كلهم مع بعض، لكن تعالي الفكره مش مفترض يكونوا متفقين. هو طب ازاي انا اعمل حزب واحد؟ لا، الطرح بتاع الاستاذ ان هو حزب واحد، على فكره حزب واحد يبقى افكارنا كلها ابديت قالب واحد خلاص ماليش. لا هو ما هو قال لي هو انا بتكلم على ايه؟ انا بقول لك النهارده ان انا احزاب سياسيه كلها جايب غد الثوره مع مش عارف مين مع مين، مع العدل مع مش عارف كذا، مع حزب كذا مع حزب كذا مع حزب كذا، وجايبهم عايز احطهم في حزب واحد واقول لهم يا جماعه انتوا يعني تختاروا ان انتوا تكونوا قوه واحده ولا قوه ولا حاجه. انا مش متوقع ان انت تكون قوه. ليه؟ لان انا عندي قوه بديله، وهي عنوان الليبراليه في مصر هو البرادعي. عنوان الليبراليه في مصر اللي البرادعي انسحب من الرئاسه، البرادعي اللي انسحب من الرئاسه لترهل الليبراليه اللي موجوده واليساريه اللي موجوده. خلينا نشتغل شغل جد. يعني اذا كنا عايزين نتكلم بكلام جد ما نرميش بقى على الاخوان والسلفيين والكلام ده. انا بقول لك انا بشجع البرادعي، وانا قلبا وقالبا مع البرادعي، والبرادعي هو الاقوى في هذا التوقيت، وهو الاقدر في ان هو يكون يلتف حواليه كل الاحزاب دي، تروح للبرادعي وتقف حواليه، وشايف حزبه ان هو الاقوى، وان هو اللي ينفع. حزب البرادعي هو حزب الذي يعبر عن الليبراليه الحقيقيه في مصر. فبالتالي انا دلوقتي لما اتكلم بالكلام دوت ان انا مش هاجي اعمل حاجه تانية مناقضه للافكار بتاعتي، لان انا خايف من الراجل دوت هيكسب مني البونت وهيبقى الاحزاب بما فيها الوفد بالمناسبه. وانا يعني خلينا واقعيين، هيكون عندك حزب الحريه والعداله اولا، حزب النور ثانيا، حزب البرادعي ثالثا، حزب الوسط رابعا، والاحزاب الباقيه دي كلها بما فيها حزب الوفد وبما فيها كل الاحزاب دي ليس لها قيمه وليس لها مجال ولن يكون لها طيب يعني وانا وانا صحفي اهو وانت قاعده وبكره تيجي تجيبي لي في الحلقه دي بعد الانتخابات اللي جايه ان الاحزاب دي لو حققت 10% من الايه من القوة اللي طيب اكيد ان شاء الله يعني ربنا يخيب ظنك. طيب معلش وهتنجح وهتحقق معادله سياسيه وستتولى السلطه من حولها. معلش يا فندم، معلش استاذ ابراهيم، هو ربنا يخيب ظنك دي شتيمه؟ طب عفوا هي ربنا يخيب ظنك دي شتيمه؟ هي ربنا يخيب ظنك دي شتيمه؟ طب ممكن انا اخد فرصه للتعليق؟ ده انت اخواني واخواني متشدد كمان. هنمثل على بعض. اتفضل استاذ سعيد. يعني طبعا هو استاذ ابراهيم وضح وجهه نظره في نقاط، طيب ماشي. هو الاستاذ ابراهيم طبعا في ظل الميليشيات الاخوان على الانترنت بتهاجم الدكتور البرادعي بيجي هنا يثبت الصوره في البرادعي. لكن خلينا اقول لحضرتك حاجه. الدكتور البرادعي انت حضرتك قايل بالدور زياده شويه. لا انت عارف القصه ايه؟ القصه ان المعد البرنامج قال لي كده، قال لي احنا دورنا على واحد من الاخوان ما لقيناش، فانت جيت تقوم بالدور يا استاذ. تعالى لان انا كاتب ومحلل سياسي، فبالتالي ما كانش حد يطلع معاك. انا المعد احسن وقام بالدور على اكمل وجه، وان شاء الله الاخوان هيدعوا لك يعني. طيب خليني اقول لحضرتك. طيب مبدئيا الدكتور البرادعي رجل مدني وراجل ليبرالي وراجل متفتح، واي صوت بيدخل للدكتور البرادعي بيدخل حزب المؤتمر او حزب الجبهه او حزب غد الثوره، واي مقعد بيكسبه حزب غد الثوره او حزب الجبهه او حزب المؤتمر بعد ما ينشا باضافه للدكتور البرادعي، وما يكتسبه الدكتور باضافه لنا. ونحن في اتفاقنا وفي البند رقم 9 في مبادئ هذا الاندماج هو التنسيق مع الدكتور البرادعي ومع كل القوى، نص صراحه عن حزب الدستور وحزب الوفد وكل القوى التي تتفق معنا. ده تم في المبادئ بتاعه المبادئ الأساسية لحزب المؤتمر اللي هينشأ. وبالتالي إذا كان نظام الانتخابات فردي ونحن نرفض هذا النظام، سيتم توسيع الدوائر تماما لكل الشخصيات المرموقة التي تحظى بشعبية يرشحها الدكتور البرادعي. فهذا أمر ولن نسمح أبدا لأحد أن يوقع بيننا وبين الدكتور البرادعي، لأنه حزب الجبهة هو الذي استقبل الدكتور البرادعي وهو الذي استضافه في مقره. وحملة الدكتور البرادعي كانت من حزب الجبهة الديمقراطية، وحملة والجمعية الوطنية للتغيير اللي كان برئاسة الدكتور البرادعي كانت من حزب الجبهة الديمقراطية.
دي لماذا لم يتم ضم حزب الدستور إلى هذا الاندماج؟ هذه يعني مسألة سياسية. أنا شخصيا ذهبت إليهم وطلبت منهم وعرضت عليهم أن أتنازل عن رئاسة حزب الجبهة الديمقراطية، وأن يأتي الدكتور برادعي وأن نشكل تيارا واحدا. وقلت لهم يومها إن شهر إبريل اللي فات أول ما أعلنوا عن تأسيس حزب للدكتور برادعي، وقلت إنه المسألة أو الحياة السياسية لا تحتاج مزيدا من الأحزاب بقدر ما تحتاج قيادة لهذه الأحزاب. نحن نحتاج توحيد هذه الأحزاب قبل أن نطلق حزبا جديدا، وعرضت أن يوحد هذه الأحزاب وأن يكون أب روحي لكل هذه الأحزاب. لكن في الحقيقة هم رفضوا رفض قطعي في هذا التوقيت، رغم أن الفكرة كانت منطقية، وقالوا أن احنا هنأسس حزب. عرضنا أن احنا نندمج في هذا الحزب، لكن القائمين على حزب الدستور ينقصهم التنظيم الجيد والرؤية المحددة، العمل المؤسسي، انه يبقى في حد يعني مسؤول عن ملف الحزب الجديد، وحد مسؤول عن ملف البرنامج، حد مسؤول عن ملف التنسيق مع القوى السياسية اللي موجودة. هذا الأمر أتمنى أن يوحدوا صفوفهم، وأن هم يعني يشكلوا قيادة حقيقية لحزب الدستور حتى يكون فاعلا في الحياة السياسية، وأتوقع أن يكون فاعلا بالفعل في الحياة السياسية، ونحن معهم. وأنا أعتقد أنه الانتخابات القادمة لن تخرج عن قائمتين بحد أقصى للتيار الديمقراطي بشكل عام. هذه قائمة يمثلها حزب المؤتمر الذي نؤسسه الآن من كل الأحزاب الديمقراطية اللي موجودة، وقائمة أخرى ونحن سنتحالف يعني، وهناك شبه اتفاق أن نتحالف مع حزب الوفد في الانتخابات، ليس اندماجا ولكن تحالفا، ننسق في الانتخابات. إذا كان بالقائمة سننسق في القائمة، إذا كان فردي سننسق في الفردي، وهناك قائمة أخرى لحزب الدستور وسنكتفي بذلك. لن يكون هناك أي قوائم أخرى أو مرشحين أخر. هذا مجهود ضخم جدا على مدار شهور بذلناه. النقطة اللي حضرتك تفضلت بها موضوع البرامج، نحن ما عندناش واحد بيقول إنه هدفنا هو أستاذية العالم وإن احنا عاوزين نعمل. احنا حزب مصري قائم على تنمية مصر وتحسين مستوى الدخل وارتقاء بمصر وعودة الدور الريادي لمصر. كل هذه البرامج تم تجميعها، وفي لجنة تم تشكيلها بتدرس هذه البرامج لتأخذ أفضل ما فيها لعمل برنامج موحد لهذا الاندماج. عشان ده ما يكونش كلام نظري، هل بدأتم في النزول للكرة المصرية اللي ممكن يكون ما فيهاش وعي سياسي كافي واللي ممكن احنا حددنا بالفعل، يعني هو طبعا الكلام ده مش هيتم في يوم وليله، لكن حددنا بالفعل حزب الجبهة الديمقراطية له ثقل في محافظة الدقهلية. انت مسؤول عن كل قرى ومراكز محافظة الدقهلية، اشتغل فيها واعتبر دي جمهوريتك. حزب الغد في الاسكندرية له تواجد قوي وله شعبية، تم توزيع هذه الادوار، وبالفعل كل اسبوع في اجتماع بنناقش فيه تطورات هذه الامور بعيدا تماما عن الإعلام. ربما اليوم تجاوزت كل الحدود حتى أوضح لحضرتك وللرأي العام، لكن كل ما تحدثت به اليوم يجب أن أنا ما أتكلمش فيه، لكن بحكم الحوار فرض نفسه أن أنا أقول أن هذه الفكرة فكرة جدية، فكرة حقيقية، استجابة لطلب الشارع. نحاول خدمة مصر بكل ما في وسعنا. كل رؤساء الأحزاب تنازلوا عن وظائفهم وتنازلوا عن مناصبهم مقابل الاستجابة لطلب الشارع وإحداث توازن حقيقي في السياسة المصرية. وإحنا أكيد بنتمنى أن ده يعني كل هذا الجهد يؤتي بثماره إن شاء الله. ويعني كمان أستاذ إبراهيم، احنا بنحترم طبعا كلا الرأيين، لأن في النهاية أكيد ما فيش هدف لأي مصري. أستاذ إبراهيم ما قالش رأيه، هو بيهاجم وخلاص. لا طبعا، لا، واحنا على فكرة يعني بالعكس احنا بنسمع نقاط مهمة، وحضرتك بتتاح لك الفرصة لكي ترد بكل حرية. أكيد ما حاولناش إن احنا. أستاذ أيمن نور، رئيس دكتور أيمن نور، زميلي صحفي أستاذ على فكرة، زميلي. اتفضل. طيب حضرتك. أنا أضرب أيمن نور الآن صديقي. أستاذ أيمن نور لما بتكلم على الرئيس مرسي ليس كما يتكلم الأخ على الرئيس مرسي. خلي بالك، يعني النهاردة تصريحه النهاردة سأدعم الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى 4 سنوات. دي حرية شخصية. اسمعيني بس، أنا هاخدها لك بقى من حتة حرية شخصية طبعا. وأنا ما قلتش حرية، أنا عن نفسي أنا في بعض الأحيان بعارض، لو مرسي أخطأ بكرة هعارضه، لكن أنا النهاردة شايف مرسي شغال. فأنت بتتكلمي على واحد بقول سأدعم مرسي وسأتحالف مع واحد ضد مرسي. طب ازاي الافكار تتضرب مع بعض؟ يعني هضربها في الخلاط يعني. لكن تعالي للبرادعي ان انا واضح وابديت وسليم وكل اللي معاه شغالين ضد كذا، انا شغال. انا شغال، لكن التزم بما يلتزم به الاحزاب. ازاي انا هي دي الفكره. انا بقول لك في فكره عبقريه، ان صدق افلحوا ان صدقوا. صحيح. هو يعني انا وانت قدامك فين؟ انا اتمنى والله من كل قلب ان انت تنجح والقوه بتاعتك تنجح، لان القوه بتاعتك هتفيدني انا كشخص طبعا. كمصر طبعا. انا كشخص فرد مواطن مصري هستفيد من اي حزب قوي
قوي يجي، وانا بدعم البرادعي ليه؟ عشان البرادعي حزبه هيكون قوي، واتمنى ان حزب البرادعي يبقى هو الحزب الثالث في مصر، وهو افضل من افضل الاحزاب الثالثه في مصر. ليه؟ لان انا هاجد ان في تداول سلمي للسلطه، لن اجعل مصر كما كانت في السابق ان هو يكون الحزب الاوحد وكل الاحزاب الثانيه خدامين عند الحزب الواحد. فانا مش عايز دي، لا انا عايز معظم الاحزاب كلها تبقى واحد، كلها تبقى في مساواه، لكن انا اتمنى ان يكون بالفعل في ده، لكن المنافع الشخصيه والمآرب الشخصيه يعني لن تفك السياسيين ولا التيار الليبرالي ولا الناصري ولا اليساري. كل التصريحات تؤيد الدكتور مرسي فيما يقوله. انا مطلع 3 بيانات الاسبوع ده تأييد الدكتور مرسي في خطوات كثيره اخذها. نحن لسنا ضد الدكتور مرسي مطلقا. ان احسن بنقول له احسنت، وإن اساء مع الدكتور البرادعي. طب انا حرام عليك، الدكتور البرادعي ما كانش مرشح دلوقتي الدكتور البرادعي قلت حزبه وقلت لا، انا قلت انه غير اللقاء. بشكر استاذ ابراهيم الدراوي الكاتب والمحلل السياسي، والاستاذ سعيد كامل رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه. اكيد نتمنى لكل التحالفات ايا كان اتجاهها كل التوفيق، وان غدا لناظره قريب. الانتخابات البرلمانيه القادمه اكيد سوف تشهد ربما حاله من الجدل ايضا والصراعات، ولكن نتمنى في النهايه ان الحراك السياسيه والتعدديه تؤدي في النهايه لصالح المواطن المصري. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل زميلي حسن الشاذلي في فقره جديده.